ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده الفطير المورق، فطير الطاسه بدون فرن بدون توريق. حاجه كده تحفه، مقرمش من بره كده وطري كده من جوه، وكان طعمه حلو قوي، وشويه دقيق وملح وشويه سكر هتعملي احلى فطير. يلا 3 كوبايات كمان بس، هنعمل كل الكميه اللي شايفاها دي. بجد طعمه حلو قوي، النتيجه جميله جدا، واي حد يقدر اللي هو يعملها. وزي ما قلت لك فطير في الطاسه، يعني مش هياخد منك دقايق في عمايل. زي ما انتم شايفين كده شكله تحفة والنتيجة كانت روعة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجب الفيديو شاركيه مع اي حد ينحاك عشان الكل يستفيد. بينا نسمي بالله. ومعايا كده بولة او طبق حطيت فيه 3 كوبايات من الدقيق زي ما قلتلك، وحط كمان فيه معلقة صغيرة من السكر ورشة كده من الملح. لو مش حابة السكر مفيش اي مشكلة، تقدري تشيليها. هنبدأ ان احنا نقلبهم كده مع بعض، ونبدأ بعد كده نضيف عليهم معايا كده كوباية من المية. هاخد واحدة بواحدة، خدت كوباية يعتبر الا ربع. مية دي يا جماعة مية فترة، مش مية ساقعة ولا مية سخنة. هنبدأ بقى اللي احنا نعجن كده. طبعا احتاجت كل ما هبدأ احتاج كل ما هاخد شوية بشوية. انا هاخد معايا كوباية وربع بس، هتشوفوني واحدة واحدة كده، هبدأ اخد واحدة واحدة. وانتي هكذا في البيت تعملي نفس الطريقة، لان كل نوع غير التاني. الاول اللي هتحطي يعتبر كوباية، وبعد كده تبدأي تنزلي بواحدة واحدة زي ما انتي هتشوفيني بالظبط كده. انا نزلت باول كوباية، وبعد كده هبدأ انزل بتاني كوباية زي ما انتم شايفين. هاخد منها يعتبر ربع كوباية بس. بس زي ما قلتلك في دقيق ممكن بيقبل معاكي المية، وفي دقيق مش بيقبل. فالراعوا يا جماعة الحتة دي، وكل دقيق غير التاني. انزلي بدقيق واحدة واحدة لحد ما تلاقي العجينة معاكي ولا هي طرية ولا هي قاسية. وهنبدأ ان احنا نعجن فيها زي ما انتوا شفتيها بالطريقة دي. دي احسن طريقة طبعا، لو عندك عجان تقدري تشتغلي بيه. هسيب بقى العجينة اغطيها كويس جدا، واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. طبعا هي اصلا مفيهاش خميرة، فهي مش هنسيبها عشان تخمر، عشان ترتاح تقدري انت تفرديها وتتعاملي معاها. هنبدأ بقى بعد ما سيبناها نص ساعة، نبدأ بقى ناخدها كده على الكونتر بتاعك او الرخامة بتاعتك، ونديها كده رشة كده من الدقيق كده بسيطة قوي، مش كتير، ما ترشيش دقيقة كتير. وزي ما قلت لكم العجينة ما كانتش ولا هي طرية قوي ولا هي ناشفة، عايزاها فيها تلزيقة بسيطة قوي قوي قوي. هنبدأ بقى اللي احنا ناخدها كده على الكونتر، ونبدأ اللي احنا نفردها على شكل مستطيل او على دوران، بس هو المستطيل هيبقى الاحسن في الطريقة دي. ونبدأ بقى بالنشاب، وان احنا نفردها كويس جدا. طبعا رشة الدقيق دي عشان خاطر ما تلزقش العجينة منك، وعشان تشوفي الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي دي. ومعايا بقى بعد ما نفردها بالشكل ده، معايا ده خليط من الزبدة مع السمنة. ولو عندك كمان سمنة بلدي تديها طعم حلو قوي. ده اللي انتي اخلطيهم مع بعض، وهنفردها على العجينة بالشكل ده. بنبدأ ان احنا نبرمها كده العجين. وبعد كده بعد ما نبرمها هتبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ما شاء الله مطول كده. نبدأ بقى اللي احنا نقطعها على حسب بقى حجم الفطير اللي انت عايزاه. انا كنت عاملاه حجمه زي بالظبط بتاع الافران، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله في توريقة حلوة قوي. هنبدأ بقى احنا بعد ما قطعناهم نبدأ بقى نسيبها لمدة 10 دقايق بس، العجينة تريح مكان ما احنا فردنا فيها وبرمناها تاني. هنبدأ بقى ان احنا نقفلها كده من الحروف زي ما انت شايفة، عشان بس الزبدة مش عايزاها تطلع مني. هنبدأ بقى بالنشابة كده ونعملها على شكل كده مستطيل. وبعد كده نبدأ برضك ناخد حوالي ربع معلقة كده من الزبدة. زي ما نسيت اقول لكم صح، خليط الزبدة والسكر الزبدة والسمنة قد ايه. هنحط معلقتين من السمنة مع معلقتين من الزبدة، نبدأ ان احنا نخلطهم ونعمل بيها الفطير بتاعنا. وناخد برضك منهم شوية ونحطهم برضك زي ما انت شايفة في كده في كل واحدة. وهبدأ ان انا اقفلها كويس جدا من تحت، وهبدأ ان انا اعملها على شكل دوران كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده دي كان تشكيل، وهعمل كمان تشكيل معاكم تاني. يعني انا عملت تشكيلتين، شوفي الحاجة اللي تريحك او الحاجة اللي تناسبك ابدأي ان انت اعمليها. برضك اعملها على شكل مستطيل، بس المرة دي هقفلها بطريقة غير. الحاجة اللي تريحك اعمليها زي ما قلتلك. النتيجة واحدة يعني مفيش اختلاف بينهم. شوفي اللي يناسبك يعني اعمليه. اهم حاجة ما تكتريش برضك زبدة كتير قوي ولا تقللي عشان يطلع معاكي حلو. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى ان بعد ما اخدهم واكورهم كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هاخدها بقى على صينية. ده رشة كده من الدقيق، وهسيبها تاني لمدة 10 دقايق بس تاني. يبقى احنا سيبناهم 3 مرات اللي هما يريحوا العجينة، بس بتريح معاكي فبتديكي نتيجة حلوة اوي. معايا بقى كده طاسة على النار، حطيت فيها كده نص معلقة كده من الزبدة مع السمنة اللي احنا عاملين الخليط. وهنبدأ بقى اللي احنا ناخدها كده نبدأ نفردها. خدي بالك الطاسة ما تكونش سخنة قوي، احنا عايزين نار متوسطة، وبعد كده تهدي على النار خالص وتغطيها. واهم حاجة ان انت تغطيها عشان العجين معاكي يستوي كويس، الفطيرة معاكي تستوي، وفي نفس الوقت تبدأ بقى الورق. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كانت هشة كده ومورقة وحلو قوي.
بصي طلعيها بقى باللون اللي انتي تحبيه. بس عايزه اقولك على معلومه، لو طلعتيها بلون غامق شويه او اللون اللي هو الذهبي هتبدا معاكي تبقى مقرمشه بزياده، على حسب ما انتي بتحبيه. عايزاه يكون طري كده وملهلب كده، ابداي ان انتي تطلعيه لونه يبقى فاتح. اول ما تبدا معاكي الفطيره تبدا اللي هي وشها كده من فوق بدا اللي هو العجين يتماسك، تبداي ان انتي تقلبيه من الناحيه التانية. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بجد كان مقرمش وحلو قوي. اللون ده مديني اللي هو قرمشه من بره وطراوه كده من جوه جميله قوي، وبجد طعمه حلو قوي. هتنبهروا بجد بالنتيجه، وتقدر اي حد يقدر يعمله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وتكونوا بتستفادوا مني، ولو تستفادوا مني ادعيلي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.